اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل ايه؟ غدا كده في السريع، للي مستعجل على غدا يكون طعمه حلو. جربوا الغدا ده هيعجبكم جدا، طعمه حلو وفي نفس الوقت مبياخدش وقت خالص خالص. بتخلصيه وبتنجزيه على طول، وبينفع بقى اللي هم بيبقوا كانوا بره وراجعين مستعجلين على الغدا، الست البيت اللي هي بتشتغل الله يكون في عونها. فالغدا ده ينفعها جدا، وفي نفس الوقت محدش هيصدق ان انتي انجزتيه بالسرعة دي. هنا معايا شوفوا الفرخة عاملة ازاي، جميلة طعمها وشكلها يعني تحفة. السلطة شكلها شوفوا يفتح النفس ازاي، والمكرونة عندنا المحمرة جميلة. بجد كان غدا يستاهل بقكم. شايفين الفرخة مستوية وزي الفل، ما اقولكوش على الطعم بقى كان رهيب. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا التوابل. بصوا، التوابل اللي بتبقى على حسب الكميه اللي هتعمليها، سواء فرخه كبيره او صغيره. بس الفرخه عندي كانت صغيره، فهاخد نص معلقه كده صغيره من كل حاجه. توم باودر، بصل باودر، ملح، جنزبيل، زعتر على روزماري، توابل فراخ، كاري، وفلفل. ومعايا هنا بصوا علبه زبادي صغيره، وهاخد معلقه صويا صوص، وهاخد معلقه كاتشب. ولسه في حاجات هحطها بس وانا بعمل التتبيله. اول حاجه كده هحط الزبادي معايا، وبعد كده هحط التوابل، كل التوابل الجميلة دي. ما تكتروش قوي في التوابل يعني، عشان يطلع الطعم كده ايه، حلو، وما يكونش طعم التوابل مغطي على طعم الفراخ. هحط التوابل، وحطيت الصويا صوص ومعلقة الكاتشب. معلقة الكاتشب بتديها طعم حلو قوي. هحط دلوقتي معلقة عسل. ما تخافوش، المعلقة العسل مش بيسكرها، بس بيدي لون حلو قوي للفراخ، وبيخليها لونها كده ذهبي حلو. هقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه. بس انا لقيت بقى ان الايه المعلقه كده مش مساعداني ان انا امزج كله مع بعضه، فهجيب مضرب يدوي كده. احط بقى عليهم معلقتين زيت، وهقلب. وبعد كده هحط عصرة ليمونة او معلقة خل، اللي تحبيه واللي متوفر عندك. بس انا بصراحة مش بحب الخل قوي، فحطيت كده بصوا ليمونة عصرتها. كده تمام. تتبيلة عندي سريعة، التتبيلة دي تنفع لحاجات كتير جدا، مش بس الفراخ. ممكن تعملي بيها شيش طاووق، ممكن تعملي بيها حاجات كتيرة قوي. ان شاء الله نبقى نعمل بيها وصفات كتير. كده خلاص التتبيلة. هجيب بقى البايركس بتاعتي، واحط فيها ايه، مقطعة كده بصل شرايح، وبطاطس برضو شرايح. احطها في القاعدة كده، لان انا مش عايزة الفرخة عندي تلزق في البايركس. فهحط الحاجات دي بحيث ان هي ما تلزقش، وفي نفس الوقت كل الحاجات اللي انا هحطها دي هتاخد من طعم التتبيله، وهتطلع طعمها حلو جدا. انا عايزه اقول لكم ان هي كان طعمها واو. يعني انا بصوا سبت الفرخه وقعدت اكل الخلطه اللي تحت دي وكل الخضار اللي تحت ده بالعيش. بتحطي كده البطاطس، بترصيها بقى اي رصه انت حباها، بس انا مش عايزه اي حته من البايركس تبان عشان الفرخه عندي ما تلزقش فيها. وهحط كمان طماطم، يعني انا حطيت بصل وبطاطس وطماطم. عندك فلفل حطي، فلفل الوان بقى، عندك اي خضار حابه تحطيه حطيه. عايزه تحطي بسله، عايزه تحطي جزر، عايزه تحطي كوسه، اللي انت عايزاه. بصوا بقى الفرخه عندي صغيره ازاي. انا فتحتها كده من عند من ورا، من الظهر من ورا، وشرحتها كده بالراحه بالسكينه علشان كل حته فيها تشرب من التتبيله. تمام. عملنا لها يعني عمليه جراحيه. احط بقى التتبيله عليها كده، وهبتدي بقى ادعك كل التتبيله بتاعتي دي فيها، اخلي كل الفرخه تتشرب من التتبيله الجميله دي. هدعكها كويس جدا بقى، واعمل لها كده مساج محترم من فوق من تحت ومن كل حته. والتتبيله بعد كده وهي بتستوي في الفرن هتنزل على كل الخضار اللي تحت. ما تحطيش تاني على الخضار والحاجات اللي تحت دي ملح او فلفل او اي حاجه، لان هي بينزل عليها التتبيله، بتبقى واخده من كل اللي احنا حطيناه. فعلشان ما تحدقيهاش قوي، لا سيبها بالتتبيله كده وهي تشرب منها، والخضار هيطلع طعمه حلو جدا، والملح بتاعه مظبوط. بصوا احنا عملنا لها يعني مساج محترم من كل حته اهو. وهشغل الفرن عندي بقى. قبل ما ابتدي اعمل كل الكلام ده انا مشغله الفرن.
علشان يسخن، بحيث ان انا ادخل الفرخة وهي يعني وهو الفرن شغال. بصوا انا بتأكد بقى من تحت الجلد كده، وبقعد ادخل التتبيلة وادخلها في الفتحات اللي انا عملتها علشان كل الفرخة تشرب وتطلع طعمها حلو واخدة من كل التتبيلة دي. بصي بعد كده بقى بتغطيها بورق فويل قبل ما تدخليها الفرن. وبتفتحيها بس يعني هي بتقعد ساعة، بتفتحيها بس قبل ما يعني بعد ما تستوي كده 10 دقايق او 5 دقايق كده تحت الشواية تاخد لون حلو. انا ما كانش عندي فويل للاسف، فجبت كده ايه صينية كده استانلس وغطيت بيها، تكون بس مغطياها. اي حاجة يعني تصرفي. وهدخلها بقى الفرن وهنشوفها بعد ما تطلع من الفرن عاملة ازاي. هعمل جنبها ايه؟ انا هعمل جنبها شويه مكرونه كده محمره. انا كنت هعمل مع جنبها رز كده بسمتي، بس حسيت ان المكرونه مش عارفه يعني حسيت ان هي تبقى احلى معاها، وفعلا طلعت يعني حلوه قوي. احمر المكرونه بقى، حطيت شويه زيت او سمنه او اي حاجه ماده دهنيه انت بتحبيها، وهحط المكرونه وهفضل اقلب كده من وقت للتاني، بحيث ان انا تتحمر معايا وتبقى يعني ايه، حبه محمره وحبه لا. عشان كده بنسميها مكرونه حبه وحبه. بصوا يعني انا كده تمام، حسيت ان هي ابتدت اهي تتحمر معايا. هعمل ايه بقى؟ هبتدي اضيف الميه. الميه بتبقى اعلى من المكرونه، مش كتير قوي علشان ما تعجنش مني، تبقى مفلفله كده وحلو. يا دوبك تبقى يعني اعلى منها بحاجه بسيطه، يعني نص كده عقله صباع. وهحط بقى معاها التوابل بتاعتها. انا مش هحط غير ملح وفلفل بس. ما تكتريش التوابل في المكرونه، هي ملح وفلفل بس. وهحط معلقتين صغيرين من الصلصه، او معلقه يعني معلقه كبيره كده مليانه. الصلصه بتديها طعم حلو ولون حلو قوي قوي قوي. لو ما عندكيش صلصه ممكن تحطي طماطم فريش، تضربي كده طماطمتين او تبشري طماطمتين وتحطيهم معاها، بيديها لون حلو قوي وطعم جميل. بس هقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي مع بعض واغطي عليها، وبمجرد ما تغلي ههدي عليها النار خالص عشان هي ما بتاخدش وقت. تخلي بالك منها علشان اول ما تغلي معاكي تروحي مهديه عليها على طول عشان ما تشطش منك. او كده تمام. بصوا هي غليت، انا هديت عليها خالص. هي بتاخدش وقت خالص وبتلاقيها استوت وبقت زي الفل. اهي بصوا ما خدتش معايا 10 دقايق واستوت. شايفين مفلفله ازاي بقى عشان ما كترناش الميه. ما اقولكوش بقى على الطعم، يعني حاجه كده زي الفل. والفراخ طلعت اهي، احطها بقى في طبق التقديم. بصوا بقى، شفتوا انا ليه حطيت حاجات خضار وحاجات من تحت؟ عشان ما تلزقش مني في البايركس. حطيتها بقى في طبق التقديم، وعملت جنبها بقى شويه سلطه كده خضره، او اي حاجه بقى انتي بتحبيها. بس والله كان طعمها حلو جدا، والتتبيله دي جميله جميله جميله. يعني مش محتاجه بقى تبيتي الفراخ فيها قبلها بيوم او تحطيها فيها ساعتين. وبرضو انتي براحتك، يعني لو حابه تعملي التتبيله وتسيبيها في الفرخه هيبقى زي الفل برضو، يعني تحطيها شويه في التلاجة هيبقى زي الفل. يا ريت يا حبيبي يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش بقى بلايك